عندك ذنوب كتيرة وعايز ربنا يغفر لك؟ اطمن، ذنبك كله هيتمسح. يعني ذنوبي كلها هتتغفر؟ ايوه. يعني كل حاجه غلط انا عملتها ربنا هيسامحني؟ ايوه. اذا تبت بس ربنا بيسامحك. اذا كان اللي عمل الكبائر لو تاب ربنا بيسامحه. رحمه ربنا اوسع بكتير مما تتخيل. رسولنا الكريم بيقول: من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معنى الحديث انك لو قمت للعبادات في ليله القدر ايمانا انك تؤمن باجر العبادات دي، احتسابا انك تحتسب الاجر على الله مش على حد غيره. طب هي ايه ليله القدر العظيمه دي؟ ربنا بيقول: ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر تقريبا يعني 84 سنة. عشان تعرف قد ايه الليلة دي عظيمة، لو صليت في ليلة القدر دي كأنك صليت 84 سنة، ولو صمت ولو تصدقت ولو قرأت القرآن كأنك فضلت تعمل العبادات دي 84 سنة. انت متخيل؟ شوف بقى كمية الحسنات اللي هتاخدها. عشان كده الرسول والصحابة كان نومهم قليل في العشر الأواخر. ده الرسول كان بيشد المئزر عشان يستعد للعبادة. نصيحتي ليك: اسعى جاهدا في الأيام دي لعلك تدرك ليلة القدر وذنبك كله يتغفر بإذن الله. ما تفوتش على نفسك الفرصة العظيمة دي. هم 10 أيام بس، صدقني هتلحق على متاع الدنيا، بس دلوقتي اعمل لمتاع الآخرة.